سموزي بارادايس فتح في اسماعيليه، ولما جربت الفرع اللي هناك ما كانش احسن حاجه بصراحه، فانا جيت هنا كنت جنب طلعت حرب، فهجرب الفرع بتاع سموزي بارادايس، هشوف فعلا هل اللي في اسماعيليه هو اللي في القاهره ولا لا. فهشوف النهارده سموزي بارادايس فرع طلعت حرب رايق ولا هنتضايق. يلا بصوا، هو اول اختلاف بين فرع اسماعيليه وفرع طلعت حرب ان وانا هناك في اسماعيليه بقول له عايز واحد سموزي ليمون نعناع، قال لي قدامك ساعه الا ربع، فانا بقول له يعني هتشوفوا الفيديو، انتوا هتشوفوا الفيديو هتضحكوا. هنا انا طالب 4 اصناف فراوليتا و2 سموزي وواحده مرزرزه وكلهم موجودين ودي اهم حاجه، وقال لي 5 دقايق وشغالين يعني. فاتمنى ان بتوع فرع اسماعيليه يهتموا بالدنيا شويه يعني. بصوا بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده كل حاجه موجوده. انا بس ايه متشوق قوي للمرزرزه دي. يا لهوي يا لهوي حلوه قوي. الحاجه فراوليتا اللي مش موجود على فكره بالشوكولاته اللي بيستخدموها جميله قوي ما شاء الله عليهم يعني. الشوكولاته اللي هم بيستخدموها مع مزازه الفراوله جامد قوي يعني. نفسي اعرف الحاجات دي مش موجوده عندنا في اسماعيليه ليه. سموزي ليمون نعناع اللي انا كنت اقعد فيه ساعه الا ربع، الله جامد قوي جامد قوي. ده سموزي بطيخ بسم الله. ده مش جاي معايا خالص ده. انا مش فاهم هو بطيخ ولا حاجه بلون يعني، عارف انت عامل زي طعم الشمام بالظبط، هو عباره عن شمام بس بلون احمر. فلا خليني في الليمون نعناع ده. هو بس الفكره ان انا عايز اقولها يعني، نفسي اي براند بيفتح في اسماعيليه يهتم بالكواليتي ويهتم بالناس ويهتم بالشغل زي ما هو بيهتم في القاهره. فما تنسوش بقى تصلوا على النبي وتستنوني في حلقات جديده. سلام.